السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متابعي قناة كنز النوبة. مرحبا بكم معايا اليوم في فيديو جديد. اليوم غادي نوجدوا مع بعضياتنا واحد المعجنات اللي غادي نعمروهم بالخضره والطون، والحشوه كتبقى اختياريه، يمكن لكم تعمروهم باش ما بغيتو. انا غادي نعمرهم بالبصله. هنايا خديت واحد 3 ديال البصلات متوسطين قطعتهم رقيق، فلفله خضراء وحمراء تما قطعتهم رقيق، القرعه خضراء او الكورجيت، خيزو محكوك، وغندير شويه ديال الطون. يمكن لكم ديروا الكفته، يمكن لكم ديروا الكفته ديال لاداند، يمكن لكم ديروا اي حاجه كتفضلوها. الحشوه كتبقى اختياريه. غادي نشحر البصله ديالي في زيت الزيتون والعطريه، غندير شويه ديال الابزار، شويه الملح، شويه ديال الفلفل الاحمر او التحميره، شويه سكينجبير وشويه ديال الخرقوم. بسم الله على بركه الله. من بعد غنوجدوا الحشوه هي الاولى لان خصها شويه تبرد، عاد غندوزو للعجين. بركه الله غادي نديروا المقله ديالنا كتسخن، غنديروا زيت الزيتون. يمكن لكم نتوما تستعملوا الزيت النباتيه، انا ندير زيت الزيتون شي 3 المعالق كبار. فاش غادي نشحر هاد البصله ديالي غادي ندير البصله كتشحر في ديك الزويته بلديه. غادي نخلي البصله حتى تنزل وتبدا تدبال، وغادي نبدا نضيف عليها المكونات الاخرى. كيف ما كتشوفوا ملي البصله ديالنا تبدا تشحر شويه غنضيف ليها الفلفله، وغادي نضيف الجزر محكوك حطيتو في الحكاكه الغليظه، وكنضيف كذلك القرعه. كنخلي الكل كيتشحر مزيان حتى تهبط عندي هذه الخضيره كامله وتدبال. عاده كنزيد كنضيف التوابل العطريه ديالنا، وعاده غنضيف الثوم. كيف ما كتشوفوا للعجين كنحتاجوا واحد 350 غرام ديال الدقيق الابيض. كنحتاجوا كذلك واحد نصف كأس ماء دافئ او اكثر على حسب الخليط. كنحتاجوا واحد الملعقه كبيره ديال خميره الخبز، يمكن تستعملوا الحبيبات او المعجونه. ملعقه كبيره ديال السكر حبيبات سنيده، الملح على حسب، واحد 50 مليلتر ديال الزيت. انا خلطت هنا 50 مليلتر بين زيت نباتيه وزيت الزيتون، واحد دانون بدون سكر من فئه 110 غرام، وملعقه كبيره ديال الخل. بسم الله على بركه الله. غادي نبداو نخلطوا العجين ديالنا. كنعتذر يتحب لي باش كنصور. المهم خديت واحد الكأس ديال الدقيق، ضفتو في الاناء، زدت عليه الخميره معجونه، وضفت ليه الملعقه كبيره ديال السكر والقياس ديال الملح والزيت. بعد ما ضفنا المكونات كامله تنزيدوا له واحد نصف كأس ديال الماء اللي دافي كما كتشوفوا معايا. غنضيفوا الخليط وغادي نخلطوا الكل. نزيد حتى ديك ملعقه كبيره ديال الخل، غادي نخلط الكل جيدا حتى يولي عندي واحد السائل. ما كنخلطوا الخليط
خلطت الكل بالخلاط اليدوي. غادي نستعن دابا بالبلاستيك الغذائي، غادي نغطي الخليط ديالي ونخليه يخمر واحد 15 دقيقه، ونرجعوا ان شاء الله باش نكملوا العجين. نتمنى ان المراحل تكون واضحه. كيف ما كتشوفوا بعد ما الخضيره طابت كنزيدوا التوابل. كتهبط لينا هذيك الخضيره مزيان، عاد كنزيدوا التوابل. صافي كنخلطوا حتى تنسجم لينا العناصر. نعتذر. والطون كنخليوه هو الاخير، ما تنزيدوش دابا الطون، تنخليوه هو في المرحله الاخيره انه ما كيحتاجش يطيب. اللي بغى يدير الفرماج يديرو، انا ما غاديش نديرو، نخليها هكا. ما يحتاجش الطون، راه صفيناه من الزبيته ديال اللي فيه، يعني خدينا غير الطريفات ديال الطون. واللي بغى يستعمل الزيت ديال الطون يستعملو في الاول، هو اللي يشحر به ديك البصيله وديك الخضيره باش تجي منسمه اكثر بالنسمه ديال الطون. انا زولته، نتوما كل واحد وكيفاش. كنخلي غير واحد 5 دقائق حتى ديك الخضره تدخل مع ديك العطريه. صافي نطفي عليها ونخليها تبرد وندوزو ان شاء الله باش نكملو. بعد ما طابت لينا الحشوه كنطفيو عليها النار وتنزيدو الطون. الكميه كتبقى على حسب الخضره. يمكن لكم كما قلت لكم تعوضوها باللحم المفروم ولا بالكفته ديال اللبن ولا الكفته ديال الدجاج، ولا ما تستعملوا لا كفته لا والو، كيبقى على حسب الذوق. انا فضلت نستعمل الثوم. صافي كنخلط العناصر ديالي كامله وكنخليها تبرد، وغادي ندوزو ان شاء الله باش نشوفوا العجين ديالنا. وقبل ما نبداو في الحشو ديالها نذوقوا نشوفوا واش خاصها الملحه ولا خاصها شي حاجه من التوابل نضيفوها ليها. نخلي الحشوه ديالي تبرد باش ما تقطعش ليا الورقه ملي نبدا نعمر فيها، وندوزو ان شاء الله للعجين. كما كتشوفوا العجينه ديالنا بعد ما ارتاحت واحد 15 دقيقه كنضيفوا ليها الدقيق كامل، وإلا خصنا كنزيدو شويه الماء دافي بطبيعه الحال. كنزيدو الخليط كامل تنخلطو. هي ما كتحتاجش للدلك لان هذيك الوقيته اللي خليناها فيها كتخمر كافيه. انا غادي نجمعها، وإلا جاتني العجين خاصها شويه، خاصها تجينا لا قاصحه بزاف لا جاريه بزاف باش يسهل علينا اننا نشكلوها. انا غادي نجمعها وغادي نرجعوا ان شاء الله. كيف ما كتشوفوا معايا كنجمعوا العجين وكنحاول نديوها ونجيبوها شويه على سطح العمل، فهي راها مدلوكه. غادي نحاول نسرع الفيديو باش ما يجيش طويل. من بعد غنديرها في واحد البلاستيك غذائي ونخليها بين ما بردت لي الحشوه. كناخذ الوحدات العجينه ديالي وكنشكلها وحدات. انا درت 8 الوحدات، يمكن لكم ديروا اقل او اكثر على حسب قداش بغيتوهم في الطول. فبعد ما شكلت الوحدات ديالي غادي نرش سطح العمل بالمايزينا. المايزينا كتساعد على ان هاد المعجنات انهم يجونا ممرقين، وفي نفس الوقت باش ما تلصقش لنا العجين على سطح العمل. المايزينا ولا دقيق الذره، كل واحد وكيفاش كيسميها. كما كتشوفوا معايا غنستعن بالمدلك وغنفردهم هكا بشكل طولي وشكل عرضي، فانا بغيتهم يجوني طوال.
فاستعنوا بالمايزينا كما قلت باش ما يلصقش ليكم على سطح العمل. قبل ما نضيف الحشوه كندهن العجينه ديالي بزيت النباتي، ثم كندير الحشوه. فكتروا الحشوه باش ما تجيناش المعجنات خاويين، وركزوا على الجوانب صافي. وكنبدا نبرم ولا كنبدا نتني المعجنه ديالي هكا بشكل طولي. نتمنى انه يكون واضح. صافي في صينيه فرشت ليها ورق الزبده، كنبدا نضع الوحدات ديالي، كنحاول نقلبها على الجهه اللي ما بيناش فيها التانية، وكنكمل بنفس الطريقه. كنرش سطح العمل بالمايزينا وكنستعين بالمدلك، كنبقى نشكل تنكمل جميع الوحدات ديالي بنفس الطريقه نرش. وقبل لا ندير الحشوه كندهن العجينه ديالي بالزيت النباتيه. كنتمنى ان الطريقه تكون واضحه للجميع. نسيت غير واحد النقطه ما شرتش ليها وهي ان المورقات ديالنا خصنا نفردوهم مزيان او نسرحوهم مزيان حتى يبان لينا سطح العمل، يعني يكون رقاق بزاف باش ما يجيوناش معجنين، لاننا غادي نلويوهم، يعني خصهم يجيو رقاق بزاف. ونتمنى ان المراحل تكون واضحه، ونخليكم مع الصور. كما كتشوفوا معايا بعد ما سالينا من الوحدات كاملين شكلناهم، خديت واحد بيضه زدت معاها واحد ملعقه صغيره ديال الخل، وغنخلط الكل وغادي ندهن المعجنات ديالي. غندهنهم مزيان من الجوانب، ندهنهم مزيان كما كتشوفوا. مليش نحاول انني ندهنهم مزيان. فتندهنوهم كما قلت لكم مزيان بيضه، ولا يمكن لكم ديروا غير صفار البيض. انا نسيت وخلطت البيضه كامله، احسن ديروا غير صفار البيض وتبقاو ديروا شحال من كوش، يعني دهنوا وتعاودوا دهنوا عاوتاني باش يجيونا يعطيونا داك اللون الذهبي. نحاولوا نديروا حتى من الجوانب. نخلطوهم مزيان. غادي نرشهم، يمكن لكم ترشوا جنجلان، انا متوفرش عندي جنجلان فغادي ندير هاد الزريعه البيضاء هذه، ماشي ليا الاسم ديالها. ندير الابيض ونزينها كذلك ببذور الخشخاش.
نحاول ندير خطوط من بذور الخشخاش، خطوط توفر عندكم الجنجلان ابيض حتى هو تيعطي واحد المنظر زوين. المعجنات غادي نعاود بنفس الطريقه ندير هكايا، وغادي نختم ببذور الخشخاش من الوسط. من الوسط غادي ندير بذور الخشخاش هكا. فغادي قبل لا ندخلها للفران غادي نحاول نقطعها على هذا الشكل هذا. بحال هذا الشكل هكا. نستعن بسكين اللي يكون حاد. بعد ما قطعناهم غادي نعاود نحاول نزين كمية التزيين. غادي ندخلها للفران اللي سخنته من قبل، درجة حرارة متوسطة. نخليوهم يطيبوا لينا على خاطرهم باش يدخل معاهم الطياب، ونرجعوا ان شاء الله من بعد ملي نخرجوهم من الفران. فبعد ما خرجنا المعجنه ديالنا من الفران فهي كتجي على هذا الشكل هذا. صراحه كتجي لذيذه بزاف وصحيه. نتمنى انها تنال الاعجاب ديالكم، وما تنساوش اذا عجبتكم الوصفه ما تبخلوش عليا بالتعاليق ديالكم وبلي لايك ديالكم، وتقاسموا الوصفه مع الاصدقاء ديالكم في مواقع التواصل الاجتماعي. واللي ما انضمش للقناه فهذه هي الفرصه انه ينضم ويشترك معنا في القناه. كنتمنى لكم دوام الصحه والعافيه، وشكرا جزيلا، والى فيديو قادم ان شاء الله. خليتكم على خير.